الا كنتي شاب مقاول اولا فريلانسر خدام ديال راسك، اكثر سؤال كيبقى يبرصتك في المسيره ديالك هو واش ملي غادي نكبر ما نبقاش قادر نخدم واش غادي نلقى باش نعيش؟ والجواب على هذا السؤال عند المستقبل الفردي ديال السيمار، الصندوق المهني المغربي للتقاعد. بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش نظام اساسي ديال التقاعد بحال طبيب حر، مقاول ذاتي، اولا تخلص التقاعد على انسان اخر ماشي انت، واحد اخر. وحتى الموظفين اللي خدامين مع الدوله والناس الاجراء اللي خدامين عند الشركات، واي مواطن كيف ما كان نوعه ممكن يدير المستقبل الفردي ديال السيمار. كنا درنا حلقه طويله ومفصله على هذا الصندوق واللي كتبين بالحساب والارقام انه التقاعد اللي تيخرج لك تيكون محترم وكيفوت بمراحل المساهمات اللي حطيتي في الصندوق. مبلغ التقاعد اللي غادي تشد يقدر يفوت 100% من المدخول اللي كنتي كتشد وانت خدام، والمساهمات ديالك في الصندوق انت اللي كتحددها بداك الشيء اللي تقدر تحط، وممكن توقف المساهمات ديالك اولا تزيد فيها وقت ما بغيتي وكيف ما بغيتي. وممكن التقاعد ديالك تبدا تشدو من 50 عام وكتبقى تستافد منه مدى الحياه، والعائله ديالك من بعد في حاله لا قدر الله الوفاه. يعني راه فعلا كيضمن مستقبلك ومستقبل وليداتك. المساهمات في الصندوق كتعطيك امتيازات ضريبيه راه كتعفى نسبيا من اداء الضريبه على الدخل في الفلوس اللي كتساهم بها في الصندوق. يعني غادي تربح فلوس كنت تخلصهم ضرائب ولاو تقاعد عندك، وتسير الحساب ديالك والمساهمات تقدر ديرهم عن بعد من الموقع ديالهم اولا من التطبيق، واللي كيمكن لك من تحكم في مبالغ المساهمات توقفهم اولا دير مبالغ استثنائيه، ومنه تقدر تقدر مبلغ التقاعد اللي غادي تشد. السيمار فعلا حل مناسب جدا لعائلتك لضمان المستقبل ديالك ومستقبل وليداتك، وطبعا راه مراقب من طرف هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي اكابس اللي كتراقب كل شي صناديق التقاعد اللي كاينين في البلاد.